طيب، بعد هذا كما تعلمون نحن في هذا المكان اجتمعنا للتعاون على البر والتقوى، وهمنا دائما هو طلب العلم والعمل به وإفادة الناس. ونحن نجتهدون، نصيب ونخطئ، ونعلم ونجهل، وليس لنا قصد إلا ذلك. كنا حريصين منذ القديم على أن ننصح إخواننا بالرجوع إلى كبار العلماء. نعم، وننهى عن الفرقة، ننهى عن الفتن بقدر ما نطيق، ونحرص دائما أن ننصح إخواننا بالكتاب والسنة ومنهج السلف. نعم، وإلا ما عرفنا شيء فيه بدعة أو ناس مبتدعين ودعونا إلى البدعة أو دعونا إلى موالاة أهل البدع أبدا. على ما كان منا لن يكون إن شاء الله. وكما قلت نحن نصيب ونخطئ. نعم، ودائما نرجع إلى كبار العلماء ونحيل إخواننا على كبار العلماء. فما يفعله بعض المشربين أو المفسدين، نعم صحيح، كما أرسل لي رسالة الأخ آذانا وهذا وأوغر الصدور، لكن نحمد الله على ما نحن عليه من الخير. نحن نحمد الله دائما. ولا المؤمن لابد أن يؤذى، لابد المؤمن أن يؤذى. وكثير منهم عندهم طعون، وكثير منهم مغرضون. يعني ماذا طلبوا؟ حاولوا فينا أن يستنصروا بنا على خصومهم، ولكن أبين. كل مرة يدخلون في فتنة، كل مرة يدخلون في ماذا؟ في خصومات نفسية. وإلى نصرة الكتاب والسنة ما تكون بهذه الطرق، السب والطعن والشتم أبدا. ما كان طريقة علماء ولا أهل السنة. والجرح والتعديل كما ذكر له أهله، أهل الاختصاص كبار العلماء هم يتكلمون في هذا الموضوع. ما يتكلم كل أحد. من جهة يريد أن يحمل جميع الناس على الجرح والتعديل، ومن جهة يقول لم يتكلم في الجرح والتعديل إلا أفراد أحداث، وإذا لم توافق أصبحت ماذا؟ مميع ومخذل. هذا بغي وعدوان، هذه ما نصيحة. والنصيحة ما تكون بهذه الطريقة، والجرح والتعديل أبدا ما كان بهذه الطريقة. الجرح والتعديل يكون فيه علم وفيه عدل وفيه إنصاف الناس من نفسك، وما يكون به ماذا؟ بالتوهم ولا بالكذب. يطعن في طلبة علم بألفاظ بذيئة سيئة. نعم، ويا ريت يعني ماذا؟ يعني علم الناس. لو علم الناس وبذل جهد في تعليم السنة يعني قلنا لا بأس. لكن نغش الناس دائما، نحملهم على، نلزمهم بأقوالنا ونعادي على أشخاصنا وعلى شيوخنا، ونترك تعليم السنة، ثم إذا خالفونا نسبهم ونشتمهم. هذه ما هي طريقة أهل العلم ولا طريقة السنة ولا منهج السلف. لا يكذب على الناس أبدا. انظروا في سير العلماء: فوزان، العثيمين، الشيخ ربيع، الشيخ مقبل، أئمة السنة يدرسون السنة، يدرسون الكتب، يتألفون الناس على السنة. هذا هو طريق السلف الحقيقي: طلب العلم والعمل به، تأليف الناس عليه والدعوة إليه، لا الدخول في المهاترات والسباب والشتائم. تمشي مع طلبة العلم تلزمهم بأقوالك سنين، ثم إذا خالفوا يصبحون ماذا؟ يعني تنال منهم بأسوأ الألقاب وأسوأ الألفاظ. هذه نصيحة؟ ما هي نصيحة أبدا، ما كانت هذه النصيحة. بغي وعدوان، حتى ولو كان فيه زل. هذا الذي خالفك فيه زل، يعني مجرد أن يخالفك في شخص تفرق جماعتك وإخوانك، تلزمهم بماذا؟ بأحكامك. الولاء والبراء على الأحكام هذا مذموم. توالي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على معنى العلماء، الأحكام الواضحة. بالبدع هذه ظاهرة. أما إخوانك تختلف معهم، تسبهم وتشتمهم، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. الإنسان يحمد الله على كل أحد، يحمد الله. ونحن نقول عليه أن يتقي الله فيما بقي من هذه الدعوة، وهو مسؤول أمام الله. هو مسؤول أمام الله على هذا الإفساد وهذا البغي. نعم، كان المفروض أن يملأ دنيا علما وتعليما نشرا للسنة، ولكن للأسف نعم ملأها بالفتن والتحريج. يا ريت كثير من الأشياء
ماذا كذب، يكذب علينا ويقول ناس يطلبون المال، يكذب كذب والله كذب. ونحن لا نريد أن ماذا نتكلم بطريقته، لا نريد أن نتكلم بطريقته. هذا ما هو طريقتنا ولا طريقة علمائنا. وأنا ما أريد أتكلم إلا بشيء واضح. لكن الآن أرسل لي رسالة، فهذا على الأقل ما أقول. لم يستثني أحدا للأسف، حتى نسائنا أولادنا. هذه طريقة جرح التعديل، هذه طريقة علماء، هذه ما هي طريقة علماء أبدا، والله ما دريت. لو كان إنسان فيه غيرة على منهج السلف، غيرة على عقيدة السلف، يحرص على نشر العلم ونشر السنة ورد على أهل البدع، على الصوفية والقبورية، على أهل البدع الإخوان والسرورية. حقيقة شبههم في كل مكان، في ماذا، في جميع القنوات، والشر يزداد. وأنت تتوجه إلى طلب العلم لم يوافقوه إلى زمن قريب، ويمدح هذا المكان إلى زمن قريب. قال أشهر فقط، قال لي أنت نجحت في غرداية لأنك تعمل وحدك، ونحن لم ننجح لأننا نعمل في جماعة. هذه قال لي قبل ماذا، أشهر قريبة. نعم. فالناس سئموا منك ومن طريقتك في ماذا، في معالجة الأمور، لهذا نفروا منك. هذا هو السبب. الذين خالفوا في المشكلة الأخيرة سئموا من طريقتك في ماذا، في التعامل مع طلبة العلم. تريد غصبا أن تفسد، أن تحكم عليه بأنه كذا وكذا، انتقاما. احنا عندنا معلومات أنه انتقاما، ما هو فخالفوه فسبهم، أصبحوا مميع ورؤوس مميع. اتق الله في نفسك. هذه ما هي طريقة أهل العلم. تنسبها إلى أحمد، تنسبها إلى ابن تيمية، تنسبها إلى الشيخ ربيع، كذبا وزورا. هؤلاء كانوا أئمة في السنة ينشرون العلم، حريصين على نشر السنن. وهذه وظيفة أهل العلم. وظيفة أهل العلم ومنتسبين العلم هي نشر السنن، نشر العلم، نشر السنة، أصول السنة، تعريف الناس بأصول السنة، تعريف الناس بالعقائد، بالعبادات، والصبر على الأذى في ذلك. لابد إذا بيت منهج السلف، طريقة السلف، عقائد السلف، لابد أن تؤذى. كأنه سالم من الأخطاء من في العقيدة. نحن كما أقول دائما للإخوان، الجزائر لم تعرف دعوة سلفية، دعوة توحيد ونصر السنن مثل هذا الزمن الأخير. والآن يتكالب علينا جميع، على أهل السنة جميع الطوائف، تشويها للسمعة. ماذا يريدون؟ يريدون السنة التي يدعو إليها طلبة العلم، وأنت تزيدهم فرقة وتشتيتا. لو كان عندك غيرة على السلف وعلى منهج السلف لكنت حريص على نشر العلم ونشر السنن حقا. ترد على البدع حقيقة والشبهات، ما تجلس تمسك باب فقط. وإن كان العلني رد طلبة العلم جميعا متساوية، جميع طلبة العلم خارج من خارج الجزائر داخل الجزائر يتكلم، وتآخوا على من تكلم. طلب منك ذلك وأبيت، وتلا وراجع الشيخ في فتوى إذا أخرجها في الموقع. وقلت قلت ماذا، أرسلنا لفلان تجاوز الإنكار العلني، حتى أنا حقائق عليه. تكذب على الناس إلى متى؟ تكذب على الناس. قبل أيام، قبل أشهر، ثقتان شهد عنك أنه هذا الصيد قال لهم ماذا، قلنا لفلان يتجاوز الإنكار العلني، ما يتكلم فيك، لأن أن تبقى العلاقة مع الشيخ ركوس علاقة طيبة. فأبى، قال لهم لي أنا أتكلم وما بالي بحد. ثم الآن يجعله رأس التمييز. هذا ماذا أغير منك، أغير منك والله، أغير من تسمي رأس التمييز. لا تلعب على الناس، لا تلعب على تضحك على الناس. هذا طلب في العلم، تضحك على طلب العلم، تستخدم هذا مدة من الزمان، ثم إذا خالف لم يرضى بأحكامك تسبهم. يكفيك. والصدق من جاءت، أما الكذاب سيفضح اليوم وغدا، والعاقبة للمتقين. وعذاب الله ما أعده الله للكذابين في الآخرة، الذين أفسدوا دعوة
التوحيد والسنة، هذه والله ما هي سهلة، ما هي سهلة عليك يا مسكين. والحمد لله رب العالمين.